وبقى محتاجة عناية. وعلى ما سمعنا انه يعني حد بيروح يعني يبقى موجود مع المسن في رعاية مسن بياخد مبلغ كبير قوي. فاحنا هنا في الكلية انشأنا قسم لتمريض المسنين هيعد الناس هذا الاعداد، وانشأنا قسم لتعليم التمريض لتجويد اداء الممرضات والخريجين. ده من الحاجات اللي احنا عملناها طبقا لاحتياجات المجتمع المصري والعربي. وايضا عندنا عملنا برنامج اخر لما شفنا خريجي الجامعات، عديد من خريجي الجامعات لما بيتخرجوا ما بيعملوش، فاحنا برضو ايمانا من الكلية ومساهمة في حل جزء من العجز في التمريض، وفي نفس الوقت برضو البطالة اللي موجودة بين شبابنا ثروتنا القومية هم دول شبابنا. فاحنا عملنا برضو برنامج للتمريض، برنامج مكثف، بحيث ان الشخص هيجي عندنا هيدرس لمدة سنتين، هو ده بس بمصروفات، هيجي يدرس لمدة سنتين بس، دول خريج الجامعات. يعني احنا خدنا شريحة خريج الجامعات من الكليات العملية يتقدموا للكلية على هذا البرنامج، وبيتشال من عليهم جزء إذا كانوا درسوه في كلياتهم وبيستكملوا دراستهم وبيمنحوا الدرجة الجامعية الثانية اللي هي درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وبالتالي زي تحويل مسار أو حاجة زي كده. فبرضو الناس دي هتبقى على درجة عالية من الوعي ومن النضج، يعني شريحة خريج الجامعات دول هيبقى عندهم النضج الكافي. فأنا عندي المناطق النائية لما اخد الشريحة دي واخليها تعمل في المناطق النائية، ونقدر بالتكنولوجيا برضو نقدر نفعل التكنولوجيا بحيث ان المريض اللي هو في المناطق النائية ادخله حد من الناس اللي عندها درجة من الوعي والاعداد الجيد يبقى موجود عنده، ويبقى في تواصل عن طريق التواصل الالكتروني مع مراكز الخدمة اللي موجودة. يعني مثلا هنا في جامعة القاهرة لو في تواصل الكتروني، الممرض اللي هناك اللي هو خريج البكالوريوس ده هو ممكن يساهم بجزء كبير جدا في العلاج بالإضافة للتمريض. ويبقى مفيش يعني الشخص ده مش بعد كبير عن انه يتلقى العلاج من مكان زي جامعة القاهرة او زي جامعة الاسكندرية او غيرها من الاماكن. فاحنا يعني ده ان شاء الله يعني نسأل ربنا التوفيق ان شاء الله. احنا الندوة بعنوان اللي هي فعاليات المشاركة الاجتماعية لمرضى لفيروس سي، فيها توعية للطلبة بطرق انتشار العدوى بوغز بالإبر وطرق الوقاية من العدوى من فيروس سي. فيها حملة تبرع بالدم وتحليل فيروس سي للطلبة أو للمتبرعين بالدم. احنا اتكلمنا في الندوة عن طرق انتشار فيروس سي وإحصائيات في مصر في خلال ال3 شهور الماضية عن طريق الوغز بالإبر أو بين العاملين بمستشفيات الجامعة. احنا وتوعية الطلبة أيضا بالفيروس وخطورة الفيروس وطرق انتشاره. فيروس بي، وكلم الدكتور محمد القصاص عن طرق انتشار فيروس سي والفترة انتقال الفيروس سي وفيروس بي. احنا بنتكلم عن الهايجين وعن السيلف كير براكتس بين الطلبة، اللي هي الاحتياطات الطالب المفروض بيكون على دراية بها ان هو يتجنب نقل العدوى له ونقل العدوى بين المرضى. والله نصائح التبرع بالدم عشان تقي نفسك من فيروس سي: اول حاجة لما تلاقي الحملة موجودة بتطمن اولا على الكشف الطبي اللي بيقوم عليك من اطباء الحملة. الحاجة التانية بتعمل لك تحليل انيميا قبل موضوع التبرع بالدم. الحاجة الثالثة انك بتتأكد ان كيس الدم اللي انت بتتبرع بيه، وده حاجة مهمة، ان الكيس دوت معقم وبيستخدم اول واخر مرة لحضرتك. لما انت بتتأكد ان الكيس دوت معقم وبيستخدم اول واخر مرة لحضرتك بتثق تماما ان الحملة ديت طالعة تحت اشراف طبي، وان الناس الموجودة في الحملة كلهم بيهتموا بيك من الناحية الطبية قبل موضوع التبرع بالدم. السرنجة اللي انت بتشك بيها ديت بتستخدم مرة واحدة للمتبرع في خلال وجوده للتبرع بالدم. الحاجة التانية يا جماعة ان انا المفروض لما اجي اتبرع بالدم بتأكد من تحليلي بعد موضوع التبرع.
بروح المكان اللي انا اتبرعت فيه، ان كان القصر العيني او اي بنك دم انا توجهت ليه للتبرع بالدم، اتاكد بقى من تحليل اللي هو هيباتيتس سي وبي، والتحليل بتاع كيس الدم، لان كيس الدم دوت ما بيخرجش للعيان غير بوجود تحاليل هيباتيتس سي وبي، علشان انقله للعيان اللي هو هياخده ويستفيد بيه لازم يكون معمل له التحاليل الكامله. فالتحاليل الكامله ديت قبل ما يعرفها العيان اللي انا هديله يعرفها صاحب الشأن اللي هو اتبرع بكيس الدم. في محاور كتير في الدوله او اتجاهات كتيره دلوقتي نحو تطوير منظومه التعليم للتمريض، لتحويل المؤهلات المتوسطه لمؤهلات عليا. احنا دلوقتي عندنا مؤهلات متوسطه، مؤهلات فوق المتوسطه، ومؤهل العالي اللي هو بكالوريوس التمريض، واحنا كليتنا بتمنح درجه البكالوريوس في التمريض، ودلوقتي بقى في ماجستير في التمريض ودكتوراه في التمريض من السبعينات الحمد لله، يعني عندنا كوادر مؤهله كويس جدا. لكن هو انا بوجه كلامي لوزاره الصحه ان لازم يكون في تكاتف اكتر مع المؤسسات التعليمية، يعني نكون مؤسسات متداخلة ومترابطة مع بعضها لتحقيق هدف واحد، وليس كل واحد ليه هدف مستقل عن الآخر، لأن في الآخر المخرج بتاعنا بيأثر على يعني هو الناتج النهائي ده فايدة لوزارة الصحة، فايدة لكليتنا إن هي تحس إن المنتج بتاعها ليه دور فعال، وفايدة للمجتمع ككل. عموما كل الناس في مصر لازم يحسوا ان التمريض ليه دور مهم جدا ومبني على ولو مبني على العلم الصحيح اكيد هيبقى هو بنسميه حتى عالميا بيسموا التمريض الباك بون او العمود الفقري للنظام الصحي. اذا لو العمود الفقري مش هيلثي او مش صحيح انهار النظام الصحي كله. عنوان الندوة النهاردة أو عنوان اليوم كله لأنه هو كان عبارة عن مشاركة مجتمعية، محاورها أو أهدافها كان 3 أهداف أساسية. الهدف الأول هو التوعية عن الفيروس سي وأسبابه وطرق انتشاره ونسبته في مصر قد إيه، والعلاج الحالي ليه قد إيه، ونسب الشفاء، ودي قدمها دكتور محمد القصاص من جامعة حلوان كلية الطب. الهدف الثاني كان بخصوص التبرع بالدم، وكان من مهم جدا ان احنا نوعي الناس عن اهمية التبرع الدم، ان مفيش حاجة اسمها تجارة بالدم، وبالذات في الاماكن الحكومية، لان الدم هنا بيعطى مجانا 100% لكل محتاج. وبالتالي كان مهم جدا ان احنا نعمل يوم كده نشارك فيه بقلبنا مع الناس اللي محتاجة للتبرع بالدم، وهم مرضى امراض الكبد، لان هم معرضين لانيميا، نزيف حاد، وبالتالي هم بيبقوا في امس الحاجة لقطرة دماء. وبالتالي وجدنا ان دي فرصة ان احنا يعني ننسق مع مركز نقل الدم بالقصر العيني ان هم يجوا يحققوا لنا الهدف الثاني من اليوم، وهو ان هم يفتحوا باب التطوع والتبرع لاي حد عايز يتبرع بنقطة دم تنقذ حياة. الهدف الثالث وهو الاكتشاف المبكر لفيروس سي، واحنا عندنا مأساة ان فيروس سي هو من الامراض المنتشرة وعلى قمة الامراض المنتشرة في مصر، ويعتبر هو من اكتر الدول مأساة بفيروس سي هي مصر. وبالتالي كان مهم علينا جدا ان احنا نوجه الشباب الى اهمية الاكتشاف المبكر. انا محمود عبد السلام احمد، كلية تمريض جامعة القاهرة، ميديكال سيرجيكال 2. النهارده الحمد لله كنا بنعمل مؤتمر مع الدكتوره نجلاء فتحي، والحمد لله المؤتمر تم بنجاح كبير، والحمد لله قدمنا رسالتنا والناس كلها الحمد لله عرفت. ودلوقتي في التحليل للناس اللي احنا كنا عايزين نعرف لها الفيروس سي، وفي التحليل دلوقتي بيتم، وفي بنك الدم دلوقتي. الحمد لله المؤتمر كويس الحمد لله، وحقق نسبة نجاح كبيرة الحمد لله، وفضل الدكتورة نجلاء وزمايلي معايا. عمرو أشرف عبد الونيس، طالب في كلية التمريض في قسم ميديكال سيرجيكال 2 دلوقتي مسجلينه. ان شاء الله احنا هنا في الكليه في النهارده معانا مؤتمر توعيه، مشاركه مجتمعيه عن فيروس سي وعن كيفيه التبرع بالدم، واعتقد ان في ناس كتير استفادت منه النهارده، وخاصه ان عرفنا يعني نسبه مصر من الاصابه من فيروس سي هي طلعت من اكبر النسب في العالم، ووعينا الناس على كده. والاول كان في الادويه واللي كانت بتتاخد لعلاج فيروس سي ما كانتش فعاله، كانت نسبه 55% بس. النهارده عرفت الناس ان لا، الادويه اتطورت ووصلت ل 100% وفي 95%،
وفي مصر النهارده عرفنا الناس في المؤتمر ان ازاي، واهم حاجه يعني ليه يعرفها ان احنا نوقي نفسنا بنفسنا، يعني مش العلاج من المرض هو اللي هيشيل المرض من مصر، لا، ان انا اقي نفسي منه او ابعد عن الحاجه اللي ممكن تسبب لي المرض، هي دي اهم حاجه من علاج المرض نفسه.